معانا زميلتنا أسماء جمال من جامعة الأزهر. زي ما احنا قلنا لكم النهارده الصبح ان في بعض الدعاوى خرجت من جانب طلاب جماعة الإخوان المسلمين بان هم يعتصموا داخل الجامعة وان ما يبقاش في دراسة النهارده. خلينا نعرف آخر التطورات من زميلتنا أسماء جمال من داخل جامعة الأزهر. أسماء، الوضع دلوقتي أخباره إيه؟ الجديد عندي من خلال دقائق تحركت مسيرات لطلبة جامعة الأزهر في اليوم الدراسي الأول، والذي يتضح أنه ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين برفعهم إشارة اعتصام رباعة العدوية. وبدأت المسيرة من أمام مبنى إدارة الجامعة في الجهة المقابلة للبوابة الرئيسية لجامعة الأزهر، واتجهت المسيرة بداخل الجامعة. عددهم قد إيه أسماء؟ حوالي العشرات. عشرات، يعني بنتكلم في يعني 50-60 واحد مثلا؟ بالظبط، ومع الاتجاه بداخل الجامعه كان يتزايد العدد. تمام. إدارة الجامعة شايفة المسيرة دي ازاي؟ لا يوجد أي نوع من أنواع الاعتراض للطلبة بداخل الجامعة، ولم تعترض المسيرة بأي شكل أو بأي نوع من أنواع المواجهة. نعم. ولكن إذا تزايد الأعداد أو إذا وجدت بعض أعمال العنف قد يوجد رد فعل من قبل إدارة الجامعة. نتمنى إن شاء الله ما يبقاش في أعمال عنف. بشكرك.